السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن مباراه الاهلي امام اوكلاندو سيتي، وكالعاده قبل كل ماتش للنادي الاهلي بننزل تشكيل متوقع للنادي الاهلي وبنتوقع في نهايه الفيديو نتيجه المباراه. تعالوا كده قبل ما نروح على التشكيل المتوقع ونقول القائمه بتاعه النادي الاهلي، نقول مع بعض كده على طول ترتيب فريق اوكلاندو سيتي. الفريق ده لعب 26 مباراه في الدوري بتاعهم، طبعا لعب 26 مباراه، حقق من خلالهم 73 نقطه، بعيدا عن المركز الثاني ب 19 نقطة، يعني هو يعتبر بشكل رسمي حاسم الدوري. رسالة بقى لمستر كولر، طبعا زي ما انت عارف المباريات دي بتخلص بسرعة ولازم تبقى عامل حسابك على السرعات سواء هجوميا او دفاعيا. فريق اوكلاند سيتي قوي جدا هجوميا، ودفاعيا مش قوي، يعني دفاعيا برضك عنده مشاكل زي بتاعه النادي الاهلي بالظبط، لكن هجوميا قوي، معاه لعيبه سريعه، معاه لعيبه بتعرف تلعب بشكل كويس، معاه لعيبه بتعرف تمرن، المدرب بتاعه مدرب كويس يقدر اللي هو يفهم المدافعين اللي قدامه. فانا بحذر من ايه بقى؟ واهم تحذيرات المباراه هي السرعات، ده اهم حاجه. انت حاليا لو بدات الماتش ده يا ريت يكون معاك لعيبه هجوميه سريعه، زي مين؟ زي احمد عبد القادر وزي كهربا وحسين الشحات، واحنا طبعا هنتوقع التشكيل بس قدام شويه. طب في الدفاع مين اللي يقدر يشارك في الدفاع ويمنع السرعات؟ رقم واحد طبعا ويكون محمد عبد المنعم، رقم اتنين يكون محمود متولي، قدامهم بقى وانا اتمنى اللي هو يلعب ديفندر وهو اليو ديانج. طب مين اللي جنبه؟ انا من وجهة نظري حمدي فتحي. انت لو لعبت باليو ديانج وحمدي فتحي انت كده انت قافل نص ملعبك بشكل كويس، وكمان الدفاع هيبقى مطمن. طب انت ليه بقى ما قلتش عمرو السولية مكان حمدي فتحي؟ اولا عمرو السولية انا مش عاوز يبدا الماتش ده. ليه؟ عمرو السولية بيزيد هجوميا اكتر من الدفاع. طب ما هو بيعرف يلعب دفاع كويس وبيقدر اللي هو يدافع بشكل كويس، لكن انا اتمنى ان حمدي فتحي يدافع اكتر. حمدي فتحي هجوميا بيلعب بشكل كويس، واحنا شفناه في مباراه الزمالك بيبقى عامل ازاي. دفاعيا هو اساسا يعتبر مولود كقلب دفاع مش نص ملعب. ان شاء الله على حمدي فتحي، هو لما بيلعب في نص ملعب عارف يعني ايه الدفاع، عارف يعني ايه انا هقفل الدفاع، يعني ايه انا ههاجم بشكل كويس. فانا افضل حمدي فتحي وديانج. عاوز تلعب بعمرو السولية افضل انت تلعبه كصانع لعب، او تحول الخطه من 4-2-3-1 ل 4-3-3. تعالوا بقى كده نروح نقول قائمه الاهلي في كاس العالم، القائمه النهائيه. في حراسه المرمى هيبقى محمد الشناوي وعلي لطفي وحمدي علاء. في قلب الدفاع هيبقى محمد هاني، خالد عبد الفتاح، محمد اشرف، علي معلول، ياسر ابراهيم، محمود متولي، محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. في نص الملعب هيكون عمرو السولية، مروان عطية، حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، واحمد عبد القادر، وطاهر محمد طاهر، ومحمد فخري. خط الهجوم او راس الحرب هيكون بيرسيتاو، محمد شريف، ومحمود كهربا. ده القائمه النهائيه للاهلي في كاس العالم، بينما كولر استبعد شادي حسين وبرونو سافيو ومحمد الضوي شيربي كريستو وايمن اشرف. تعالوا بقى كده نروح نقول التشكيل المتوقع للنادي الاهلي لمباراه بكره. في حراسه المرمى هيكون محمد الشناوي، رباعي خط الظهر من اليمين للشمال هيكون محمد هاني من ناحيه اليمين، علي معلول من ناحيه الشمال، قلبين الدفاع هيكون محمد عبد المنعم ومحمود متولي. في نص الملعب هيكون حمدي فتحي واليو ديانج، قدامهم هيكون محمد مجدي قفشه على اليمين، حسين الشحات على الشمال، احمد عبد القادر. وفي خط الهجوم هيكون محمود عبد المنعم كهربا. الخطه دي بطريقه 4-2-3-1. اما بقى لو كولر فضل اللي هو يلعب بطريقه 4-3-3 هيبقى دي الطريقه، هيبقى بدل محمد مجدي قفشه هيكون عمرو السولية، وانا بفضل 4-2-3-1 هتكون هي الافضل طبعا في المباراه دي. نيجي بقى للتوقعات، احنا قلنا التشكيل وقلنا القائمه بتاعه النادي الاهلي. توقعات بقى المباريات اللي في كاس العالم طبعا زي ما احنا عارفين بتخلص بدري بدري، واللي بيسجل بدري هو اللي بيفوز، تمام، واللي بيسجل الاول هو اللي بيبقى ماسك الماتش اكتر واكتر. ولو الاهلي لما بيسجل الاول في اي فريق هو اللي خلاص بيبقى الماتش بيبقى معاه، وهو اللي يقدر يخلص الماتش في اي وقت. فانا بقول اللي هيسجل بكره بدري هو اللي هيخلص الماتش، وان شاء الله الاهلي هو اللي يسجل بكره بدري وهو اللي هيصعد لربع نهائي كاس العالم باذن الله. الاهلي هيكسب اوكلاند سيتي بهدفين ويصعد لربع نهائي كاس العالم. واكتبوا لي برضو توقعاتكم تحت في الكومنتات مين اللي هيصعد لربع نهائي كاس العالم. وبس كده، مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده، ونتقابل بكره ان شاء الله بعد المباراه، وشكرا، مع السلامه.